اهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقة نظام بضاعة الأمان، واتفقنا ان احنا هنشوف في الجزء ده مثال بنظام الانفويس برايس ميثود. خلينا نقول ان شركة اكس بعت بضاعة حوالي 100 كرتونة لشركة واي، تكلفة الكرتونة الواحدة 100 جنيه، وسجلت في الفاتورة المبدئية بزيادة 20% عن سعر التكلفة. شركة اكس هنا اتكلفت تحميل بضاعة 100 جنيه وشحن 200 وتأمين 300 جنيه، ولما البضاعة وصلت لواي راحت على طول واي بعتت 5000 جنيه تحت الحساب. وفي آخر الشهر واي بعتت كشف مبيعات بيوضح إنها باعت 85 كرتونة بسعر 140 جنيه، وبيان إنها اتكلفت لاستلام البضاعة حوالي 75 جنيه تفريغ و25 جنيه نقل و60 جنيه إيجار أرضية. العمولة اللي كانوا متفقين عليها 10%. يلا نشوف الكلام ده في دفاتر الطرفين هيتسجل ازاي. بالنسبة لإكس فهي بعتت البضاعة، فهتقول ديبت الكونساينمنت وكريدت الجودز سندنج كونساينمنت برقم البضاعة بالانفويس برايس ميثود، اللي هو هنا 12000 مش 10000، لان انا ضربت ال100 في السعر بالمارك اب بتاعه اللي هو ال120 جنيه. او اقدر اقول بالعربي ديبت حساب بضاعة الامانة الى حساب البضاعة المرسلة بال12000. تاني نقطة هيثبت أي مصاريف دفعها على البضاعة، فهيقول برضو من حساب بضاعة الأمانة كريدت أو إلى حساب البنك بالمبلغ اللي دفعه اللي هو تقريبا 600 جنيه اللي هو التحميل والشحن والتأمين. وطبعا هو استلم 5000 جنيه أول ما البضاعة وصلت للوكيل، فأنا كموكل لازم أسجل البنك ديبت يزيد بالمبلغ ده، وكريدت حساب الكونسايني أو حساب جاري الوكيل. ديبت البنك ب5000 وكريدت حساب الكونسايني او حساب جاري الوكيل ب5000. طيب انا كموكل لما الكونسايني يبعت لي كشف البيع وبيان المصاريف، اول حاجه لازم اسجل 3 قيود بتاعتي. اول حاجه تسجيل الارباح، بقول من حساب جاري الوكيل والى حساب بضاعه الامانه، هو باع ب140 جنيه 85 كرتونه يبقى ب11900. بعد كده بسجل المصاريف اللي هو تحملها، المفروض ده انا اللي اشيلها. هنقول من حساب بضاعة الامانة بزود المصروف عليها، وهقول كريدت او الى حساب جاري الوكيل او كريدت الكونسايني بال160 جنيه اللي هو كاتبهم لي في بيان الكشف البيع. تالت نقطة بسجل العمولة بتاعة الكونسايني في دفاتري، فبقول من حساب بضاعة الامانة بمبلغ العمولة اللي هو هنا 10% يبقى ب1190، وهقول كريدت حساب جاري الوكيل بثبت اللايبيليتي عليا بحقه في العمولة. نيجي بقى في آخر السنة هنلاقي فاضل 15 كرتونة، وواي عملت جرد وبعتت بيان بال15 كرتونة، فأنا محتاج في إكس هنا إن أنا أقفل حسابات النومينال اللي عندي اللي هي حساب الكونساينمنت أو حساب بضاعة الأمانة وحساب الكونساينمنت جود سنت اللي هي حسابات البضاعة المرسلة. بالنسبة لأول نقطة هو حساب بضاعة الأمانة اللي ظاهر في قائمة الدخل، المفروض إن أنا أقفله في الأرباح والخسائر من بيع بضاعة الأمانة بعد ما أشيل منه قيمة ال15 كرتونة المتبقية وأخليهم في حساب تاني أسميه حساب بضاعة الأمانة المتبقية وأخليه تحت بند المخزون في الميزانية. طيب تكلفة ال15 كرتونة دول كام؟ التكلفة هنا هجيبها من سعر التكلفة بتاعتها زائد أي تكلفة نقل وشحن من الطرفين، لكن مصاريف تسويقية، إيجار مخازن تحملها الوكيل أو مصاريف مبيعات، كل ده بره حساب تكلفة البضاعة. طيب في الحالة دي في حالة الانفويس برايس ميثود لازم أعملها على 3 مراحل عشان ما تلخبطش. أول مرحلة بقول ديبت الستوكن كونساينمنت أو حساب بضاعة الأمانة المتبقية بال15 كرتونة، وهضرب في انهي سعر؟ في سعر الانفويس برايس ميثود اللي هو هنا 120 بلس تكلفة شحن الكرتونة اللي هنا هتكون 7 جنيه للوحدة. حسبت ازاي؟ هتلاقي ان احنا عندنا 600 جنيه تكلفة شحن عند اكس، 100 جنيه تكلفة عند واي، يعني كرتونة ب7 جنيه لان هم اصلا في الاساس 100 كرتونة. طيب فال15 كرتونة دول تكلفتهم 127، فهيبقى ديبت البضاعة المتبقية بضاعة الأمانة المتبقية ب1905 وكريدت حساب بضاعة الأمانة العادي أو كونساينمنت زي ما أنا مسميه ب1905. طيب خلي بالك أنا حطيت ال15 كرتونة كبضاعة نهاية مدة، بس أنا لسه ما شلتش ال20% زيادة اللي أنا حطيتهم في الأول خالص، فبروح أعمل القيد ده، بقول ديبت الكونساينمنت او حساب بضاعة الامانة اللي هو النومينال اكاونت
اللي بيظهر في الانكم ستيتمنت، وهقول كريدت حساب اسمه الستوك ريزيرف، وده زي كونترا اكاونت كده بيظهر مع حساب بضاعة الأمانة المتبقية اللي بيبقى موجود في الميزانية. والمبلغ هنا هيكون 300 جنيه اللي هي المبلغ الزيادة. 120 ده الانفويس برايس ميثود، وأصل التكلفة بتاعها 100 جنيه، فالفرق 20 في 15. وبكده صافي حساب الكونساينمنت هيكون بالتكلفة من غير 20% الزيادة، والستوك ريزيرف هيكون حساب كونترا لحساب الستوك ان كونساينمنت علشان الصافي يبقى تكلفة البضاعة بس زي ما قلنا. تالت قيد بقى والأخير اللي بنعمله إن احنا بنرجع الزيادة 20% اللي كنا حاطينها على كل البضاعة في الأول في البرفورما انفويس، بإننا نعكس القيد اللي احنا عملناه في الأول اللي هو الديبت بضاعة الأمانة وكريدت البضاعة المرسلة، هنعكسه هنقول ديبت البضاعة المرسلة وكريدت بضاعة الأمانة بال2000 جنيه. الفرق لو لاحظنا إن هما كانوا 100 كان في 20 جنيه اوفر او كسعر مارك اب زياده، فهيبقى المبلغ 2000 جنيه. وبكده يبقى احنا برضو رجعنا حساب البضاعه المرسله للرقم الاساسي بتاعه، فلما نيجي نقفله في الانفنتوري يتقفل بالتكلفه بس، ما يبقاش فيه سعر زيادة. وطبعا ما ننساش ان احنا بعد ما بنعمل ده بنروح عاملين التست بتاعنا اللي هو بنشوف تكلفة البضاعة اقل ولا ال NRV Net Realizable Value بالنسبة لحساب الستوك ان كونساينمنت او وللبضاعة كلها عموما، عشان نحط البضاعة بالرقم الاقل بناء على معايير المحاسبة. وبكده نكون احنا خلصنا الانفويس برايس ميثود. عايز اقول نقطة بالنسبة لدفاتر الكونسايني، هي مش هتختلف عن الطريقة الاولانية في الكوست برايس ميثود. فهو في الاول مش هيسجل قيود لان البضاعة مش بتاعته وقت ما يستلمها، بعد كده هيسجل القيد بتاعه العادي خالص لما بيبعت الفلوس ان ادفانس، بان هو بيقلل حساب البنك في الكريدت وبيدبت حساب جاري الموكل. وبعد كده لما بيبعت الكشف البيع او السيلز اكاونت بيبدأ يثبت الاكسبنسز بتاعته ويثبت الكوميشن بتاعته زي ما اشتغلنا في الكوست ميثود، مفيش اي اختلاف. والقيود قدامك على الشاشة، راجعها سريعا. تعال نراجع حالات العمولة. واحنا بنشرح فوق اتكلمنا على النورمال كوميشن، بس لسه ما اتكلمناش على الديل كريدي كوميشن ولا الاوفر ريدنج. بالنسبة للديل كريدي كوميشن فدي بتكون في حالة البيع بالآجل للعملاء، ولو الموزع ادى للوكيل 10% عمولة عادية هيديله معاها مثلا نصف في المية عمولة تانية، ودي بتكون عشان لو العميل اتعثر او معرفش يدفع الوكيل هو اللي بيتحمل التعثر ده وهو اللي بيشيل عدم التحصيل. لكن لو العمولة دي الموزع ما ادهاش للوكيل يبقى الموزع هو اللي بيشيل الباد لو حصلت. القيود في حالة ان الكونساينور او الموزع هو اللي بيشيل الباد ومفيش العمولة دي، فبيروح بيسجل البيع الآجل، بيقول ديبت الكونساينور ديتورز وكريدت الكونساينمنت. او انا ممكن اقول من حساب أرسنة مدينة للكونساينور الى حساب بضاعة الأمانة، فانا كده سجلت الفلوس اللي هي بره وما اتحصلتش. نيجي بالنسبة للتحصيل، ممكن التحصيل يتم على طول عن طريق الموكل، فهنقول ديبت البنك والفلوس تدخلي، او التحصيل يتم عن طريق الوكيل فهنقدر نقول ديبت الكونسايني او جاري الوكيل، فاثبت ان الفلوس دي ليا عنده. وطبعا بقفل حساب الكونساينمنت ديبتور اللي انا كنت فاتحه. طيب في حالة بقى عميل تعثر او واخد خصم، فبقدر اقول ديبت البادت او الديسكاونت اللي هو واخده، وكريدت الكونساينمنت ديتورز اللي انا فاتحه ديبت بقفله ككريدت في الوقت ده. وباجي في وقت التقفيل بحمل البادت اللي انا تحملتها دي على طبعا حساب الكونساينمنت اللي هو حساب بضاعة الأمانة المؤقت عشان يتقفل بعد كده في الأرباح والخسائر، وتبقى شايف منه النتيجة اللي انت خرجت بيها من عملية الكونساينمنت دي. طيب في حالة وجود العمولة فهنا بقى الكونسايني هو اللي هيشيل التعثر لو الفلوس ما تحصلتش. ففي حالة البيع بالآجل بيعمل ديبت الكونسايني كريدت حساب الكونساينمنت، نقول من حساب جاري الوكيل إلى حساب بضاعة الأمانة. وبعد كده لما بتيجي العمولة بيقول حساب بضاعة الأمانة إلى حساب الكونسايني. وساعتها بقى في دفاتر الكونسايني يبدأ يسجل هو البيع بالآجل،
فيقدر يقول بقى هو ديبت الكونساينمنت ديتورز وكريدت الكونساينر او حساب جاري الموكل. وبعد كده لما يجي يحصل الفلوس هيقول ديبت البنك وكريدت الكونساينمنت ديتور او حساب الأرصدة المدينة الخاصة ببضاعة الأمانة. في حالة التعثر الكونسايني هو اللي هيعمل ديبت حساب البادت اكسبنس وكريدت حساب الكونساينمنت ديتور. كود الإقفال بتاعه آخر السنة بيبدأ يقلل من الكوميشن ريسيف كوميشن ريفينيو بتاعته بالباد ديت دي، فيقدر يشوف النتيجة بتاعة نظام بضاعة الأمانة بتاعته وواخد كوميشن قد ايه فيها وقد ايه منها كان باد ديت عشان يعالج موضوع التحصيل بعد كده. دايما في شغل البضاعة بيكون فيه خسارة قد تكون نورمال او اب نورمال لوس. فبنعمل ايه في حالة ان بضاعة الامانة بيكون فيها اب نورمال لوسز او فيها خسائر طبيعية عادية؟ بحطها في الحسبان ازاي؟ في حالة النورمال لوس وده اللي بيحدده طبيعة كل منتج والمهندس المختص، يعني ممكن منتج يكش او جزء منه يتبخر في الوزن او العدد بيقله مع الوقت في حدود نسبة معينة معروفة، فدي بتكون النورمال لوس، ودي بنرجع فيها للمهندس المختص المسؤول عن المنتج. في حالة ان البضاعة اتباعت كلها ومفيش رصيد اخر المدة، خلاص مفيش اي معالجة هتحصل للنورمال لوس. طيب لو في بضاعة اخر المدة هنحسب الكمية المتبقية ازاي؟ فعندنا المعادلة دي، هنقول ال value of all goods sent before normal loss. أنا عندي مثلا 100 بضاعة ب1000 جنيه، بقسمها على كل البضاعة بعد ما خصمنا منهم النورمال لوس في عدد البضاعة المتبقية. فساعتها أقدر أجيب تكلفة البضاعة آخر المدة وأنا عامل حساب النورمال لوس. يعني كده من الآخر بنحمل كل التكلفة على صافي البضاعة بعد ما شلت النورمال لوس المسموح، فيطلع لي تكلفة القطعة الواحدة بعد استبعاد النورمال لوس ونضربها في عدد البضاعة المتبقية عشان نجيب توتال اندنج بالانس. يبقى هنقول عشان نجيب تكلفة البضاعة المتبقية احنا واخدين في اعتبارنا النورمال لوس، هنقول الفاليو بتاعت كل البضايع قبل النورمال لوس على الكوانتيتي ان يونتس بعد ما قسمنا النورمال لوس، هيدينا تكلفة البضاعة الواحدة بعد النورمال لوس، هنضربه في الانسولد يونتس او الحاجة المتبقية. نيجي للابنورمال لوسز، ودي حاجة المفروض ما تحصلش والمفروض نكون بنتجنبها، زي السرقة، الحادثة، الحريق. ولو حصلت غالبا بتبقى غصب عننا فلازم تبان في مصروف لوحده. فبقول ديبت الاكسبنس ايا كان النوع اللي انا حاطه، وكريدت الكونساينمنت او حساب بضاعة الامانة. طبعا اللي بيتحمل الدنيا دي كلها عنده هو الكونساينر عشان هو المالك للبضاعة. ممكن تخلي حساب مؤقت في شجرة الحسابات بتاعتك يعني اسمه abnormal loss، تتابع من عليه abnormal losses وتتابع من عليه لو هتاخد تعويض من تأمين مثلا انت كنت عامله. هنقول ال value of abnormal losses بتتحسب ازاي؟ ال total cost before abnormal losses، موضوع البضاعة بتاعتي كانت تكلفتها عندي كلها كام، وعلى التوتال كوانتيتي فهيديني تكلفة اليونت الواحدة وهتروح ضربه في اليونت لوست. ساعتها تعرف تكلفة اليونتس اللي ضاعت في الحادثة أو الكارثة اللي حصلت. في نقطة كمان عايزين نتكلم عليها، وإن في بعض الاتفاقيات ما بين الوكيل والموكل، الكونساينور أو الموكل بيطلب من الوكيل دفعة مبلغ كتأمين المرة دي التعامل ما بينهم. فهو مثلا نظامه كده أو شاكك فيه بيبوظ بضاعة كتير فبيطلب منه دفعة مبلغ. بتتسجل إزاي دفعة المبلغ التأمين دي؟ فبالنسبة لدفاتر الكونساينور او الموكل هنقول ديبت البنك واخد الفلوس، وهنعمل كريدت حساب الادفانس اجينست الكونساينمنت او المدفوعات مقدمة قصاد النظام بضاعة الامانة، بيبقى حساب لوحده. وفي نهاية الفترة وبيكون برضو على حسب الاتفاق اللي ما بينهم، ممكن يقفل جزء من مبلغ التأمين ده في حساب الوكيل الجاري
بناء على نسبة قيمة البضاعة اللي اتباعت. مثلا هو اداله 10,000 دي عشان هو معاه 1000 بضاعة، فهو باع نصهم، فالمفروض يتبقى في مبلغ التأمين نص 10,000 5,000. فلما بيلاقي ان البضاعة اللي عنده كذا فبيبدأ يقلل مبلغ التأمين بنسبة البضاعة. طول ما انت عندك بضاعة بتاعتي لازم يكون في مبلغ تأمين بكذا. فهيروح عامل ديبت الادفانس اجينست الكونساينمنت وكريدت حساب الكونسايني او جاري الوكيل. اما بالنسبة بقى لدفاتر الوكيل او الكونسايني فهو بيسجل ديبت الادفانس اجينست الكونساينمنت في حساب ارصدة مدينة، حاجة مدفوعة مقدما قصاد الكونساينمنت او نظام بضاعة الامان اللي هو دخل فيه، وكريدت البنك لما هو دفع الفلوس. ولو جاله مبلغ او نظرا للتغير اللي حصل فمفروض مبلغ التأمين يقل او اي حاجة، فبيبدأ يسجل من حساب جاري الموكل ويقلل حساب الادفانس اجينست الكونساينمنت اللي كان مسجل بيه مبلغ التأمين اللي دفعه. آخر نقطة عايزين نتكلم عليها إن في بعض الأحيان وقت التقفيل بتكون في بضاعة بس مش عند الوكيل، بتكون لسه في الطريق ليه goods in transit، ودي طبعا لازم تتسجل في دفاتر الكونساينر. بس البضاعة دي بتتقيم إزاي؟ بتكون التكلفة بتاعتها بلس تكلفة النقل والشحن اللي تحملها الكونساينر، بس ما بنحطش أي تكلفة للكونسايني عشان هو أصلا لسه البضاعة ما وصلتلوش. فالتكلفة اللي تحملها الكونسايني قبل كده تكلفة البضاعة اللي وصلت له بس. تعال نراجع الموضوع ده بمثال. بنقول لك مثلا شركة اكس بعتت بضاعة لواي وال500 كرتونة، تكلفة الواحدة 100 جنيه واتحملت شحن 600 وتأمين ترانزيت 200 وتحميل 300 وجمارك 400، والوكيل دفع تفريغ 400 وحمولة 275 مثلا وأرضية 250. بس الوكيل دفع المبالغ دي على 450 كرتونة بس اللي استلمهم، وكان لسه في 50 كرتونة في الطريق ليه. طيب هو باع كام؟ باع 300 واحدة وكان السعر البيع بتاعه 180. فبالنسبة لي البضاعة نهاية المدة هتتقسم لحاجتين، عندي 150 كرتونة عند الوكيل وفي 50 كرتونة لسه في الترانزيت. بالنسبة لل 150 كرتونة اللي عند الوكيل المفروض ان السعر الواحدة او تكلفة الواحدة 100 جنيه، ف150 في 100 انا كده جبت الجزء الاولاني من التكلفة. وبالنسبة للموكل اللي اتحمل 1500 جنيه عشان ينقل 500 كرتونة، ف 1500 على 500 هيديني تكلفة نقل الواحدة. بضرب التكلفة الواحدة في 150 كرتونة، فكده اداني برضو تكلفة النقل بتاعة الموكل. طيب تكلفة النقل بتاعة الوكيل فهو اتحمل 675 جنيه، تحملهم على 450 كرتونة لان لسه 50 كرتونة ما وصلوش، يديني التكلفة الواحدة عنده كام. نقدر نضيف المبلغ ده برضو على التكلفة الرئيسية وتكلفة نقل وشحن الموكل، الإجمالي هيديني تكلفة 150. بالنسبة لل50 اللي لسه ترانزيت فاحنا هنقول 50 كرتونة في تكلفتهم اللي هم 100 جنيه بلس 1500 جنيه على 500 كرتونة هيديني تكلفة الواحدة، تضربه في 50 جنيه هيديني إجمالي تكلفة البضاعة اللي لسه ترانزيت. وطبعا ما بقربش لأي أرقام من الكونسايني لأن هو لسه أصلا مستلمش البضاعة دي. وبعد كده في الحساب البالانس شيت بيظهر حساب الستوك ان كونساينمنت أو بضاعة الأمانة المتبقية، وهيكون مكون من نوعين، الجزء الاولاني ويز كونسايني والجزء الثاني اون ترانزيت. تعملهم بقى بدايمنشن او بتكريت حسابين ليهم على حسب طريقة شغلك في الإدارة او شجرة الحسابات. وبكده نكون خلصنا تقريبا كل حاجة عن نظام بضاعة الأمانة. اتكلمنا عن طريقتين، الكوست ميثود والانفويس برايس ميثود. اتكلمنا ان الكوميشن في النورمال وفي الاوفر ريدنج وفي الديل كريديت، وشوفنا ان في نورمال واب نورمال كوست بناخدهم في الاعتبار، وشوفنا لو في تأمين في الاتفاق بنعمل القيود المتعلقة بالتأمين ده ازاي في دفاتر الطرفين، وشوفنا رصيد اخر المدة بتاعة البضاعة سواء لو هي عند الكونسايني او هي لسه ان ترانزيت بتتحسب ازاي. وبكده نكون خلصنا نظام الكونساينمنت. يا رب يكون الموضوع مفيد وبسيط. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك، وقول لنا في التعليقات عايز نتكلم عن ايه في الحلقات الجاية. لو عايز تزود دخلك ممكن تشتغل شغل فريلانسنج او بارت تايم عن طريق موقع اكاونتنج كلاب، ولو عايز فرص شغل فول تايم ممكن تعمل فولو لحسابنا على لينكد ان accountingclub.net، برضو هتلاقي وظائف كتير بتنزل. وبالتوفيق.